السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا انت تبقى عايش في مصر، عندك مثلا زيادة في الأسعار وعندك ارتفاع في الأسعار الاتنين، يعني فاهم؟ تصحى من النوم مثلا تلتقي الفرخة بقت مثلا ب 3000 جنيه، يقول لك أصل الكتكوت لا مؤاخذة كان بيتعلم في مدارس أجنبي. تبقى قاعد مش عارف تمشي يومك. يعني مثلا في ناس كده تصحى من النوم لا اله الا الله يا رب، طب انا هعمل ايه؟ ناس بيبقى همها اللحمه والفراخ غليت، وناس اصلا همها هي هتجيب عيش لعيالها وفول ازاي. يعني تحس ان انت عايش في مصرين، مصر بسم الله ما شاء الله ناس مش هاممها اي حاجه، ومصر التانية اللي هي ناس تحت خط الفقر. فنيجي بقى لمصر اللي هي مش هاممها اي حاجه. فانت تقول مثلا القنوات اكيد هيهتموا بحالنا، اكيد كل يوم هيطلع مناشده للحكومه ومناشده للرئيس ان الاسعار ترخص قبل رمضان والناس ترجع تاني تقدر تاكل. فانت بتلاقي الاعلام كالتالي. مثلا الحاج عمرو الدباديبي قاعد عمال يذيع لي حاجات من الرياض. الحاجه ياسمين عز، حط لي بقى خط تحت الحاجه، لا خط ايه، خط دي عايزه خط بارليف بحل. بتطلع علينا الحاجة ياسمين عز كل يوم بحاجة كده من الهبة في الكلوبة، عارف اللي هو مجنونة بقى آخر حاجة، يعني أعلى ليفل في الجنان، يعني اللي هو بتاع مستشفى المجانين على طول. أنا مش فاهمة هم طالقينها علينا ليه. الحاجة ياسمين عز صحي بتقول لك أنا صحيت من النوم، يعني كانت نايمة صحيت من النوم بقى، كانت زعلانة جدا ومستاءة، وقالت أنا لازم الموضوع ده أتكلم فيه لما أرجع البرنامج. ايه اللي حصل يا بنتي؟ انطقي ايه اللي حصل؟ قولي لنا. هيرخصوا سعر الفراخ؟ قالت لك لا 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 لا. طب الحكومه هتنزل مثلا على التموين كده على البطاقات لحمه؟ قالت لك لا لا لا، حاجه اكبر بكتير. طب انطقي يا بنتي انطقي. قالت لك انا بناشد اصحاب المطاعم، كل اصحاب المطاعم بقى، ان الفرعون الصغير الكبير. انا مش عارفه التضاد ده هي جايباه منين. لا يا جماعه انتوا لازم حاجه زي كده تسمعوها بودانكم. اتخرت لها شويه بقى عشان تيجي اسمعوا انتوا بقى بودنكم. اللي هي دلع ابتسام او بوسي ست. مفيش حلويات اسم الراجل ليه؟ لا بجد ليه ما يكونش عندنا طبق حلويات اسمه ابو احمد زي ام علي كده، او صوابع محمد زي صوابع زينب، هي مش احسن منه في حاجه. عيون محمود، طبق كده عيون محمود. حواجب مصطفى، غزل الرجال. زي ما انتوا ما سمعتوا كده يا جماعه، ان الست ياسمين صحيت من النوم مش هممها اي حاجه غير ان هي بتروح المطاعم. بتلاقي مهلبيه ست، بتلاقي بسبوسه دلع ابتسام او بوسي ست، بتلاقي ام علي ست، ما بتلاقيش حلويات على اسم الراجل. فهي بتطالب من هذه المنصه بتاعتها بحلويات على اسم الراجل. فانا من موقعي هذا هقول لكم طريقه عمل مثلا كنافه شعر حواجب حسنين. فانت بقى حضرتك تعملي ايه؟ تصحي من النوم الصبح، ست الكل ورقه وقلم بقى واكتبي معايا المقادير. تصحي من النوم الصبح تقومي داخله على جوزك وهو لسه نايم كده مغمض بشحمه ولحمه، تقومي داخله طالبه منه فلوس وهو نايم كده، صحيه يا راجل يا راجل قوم انا عايزه فلوس. ايه فلوس؟ فقوم شعر حواجبه هيقف من الخضه، تقومي تاخدي بقى شعر الحواجب ده قص 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 قص، تكوني بله شربات. طبعا هقول لكم بيتعمل ازاي. شعر الحواجب يعني زي الكنافه، نقول كوبايتين شربات، قصدي كوبايتين سكر، كوبايه ميه، نص ليمونه، قلب وبعد كده حطيه على النار، ما تلعبيش فيه بقى عشان ما يسكرش. وبعد لما يخلص كيس فانيليا وافركي فيه لما ينزل من على النار. ناخد بقى حواجب حسنين نقوم نحطها في صينيه، نجيب بقى سمن اي نوع سمنه عندك، ويستحسن يعني انه يكون زبده نيوزيلندي. فبعد كده نفرك ونرص في الصينيه ونبطط بيو، نزقلها في الفرن تطلع، نحط عليها الشربات وتتقدم هذه الحلوى الفاخره. ممكن نعمل بردك، هي اقترحت كذا اقتراح، قالت لك ليه ما نعملش حواجب مصطفى، ليه ما نعملش رموش احمد. طب احنا ممكن نعمل مثلا كنافه براهيم مثلا. فانا بناشد اصحاب المحلات فعلا يا جماعه، ده حاجه يعني فوق الخيال. لازم نسمع كلنا كلام الست ياسمين عز، ونبدا بقى ان احنا نقدم في المحلات اطباق باسم الرجاله. عارفه ليه يا اختي احنا ما بنقدمش اطباق باسم الرجاله؟ لانهم ممررين عيشتنا. ولا يا عماه ابوك فايق ما عدا طبعا الراجل اللي بيقول تيت.
سامحني يا رب على الكذب ده، الواحد بيكذب ورمضان داخل. ان شاء الله بقصها في المونتاج بس، او اعمل له بلوك عشان ما يشوفش الفيديو ايا مكان. فحضرتك نعمل بقى كنافه ايه وبسبوسه ايه وحواجب ابراهيم ايه ورموش حسنين ايه ومناخير علي ايه والكلام اللي انت بتقوليه ده. ما حتى يا ستي انت ما سالتيش نفسك ليه في الفرح كده العروسه عين امها بتلبس ابيض والعريس بيلبس اسود؟ ما هو ده من اولها يا بنتي دي اشاره، بس احنا ليه ما خدناش بالنا؟ ايه بقى الاشاره؟ ان العروسه هتبيض عيشته والعريس هيسود عيشتها. عايزانا نعمل اطباق ايه باسم الرجاله يا بنتي؟ ما اطباق ايه؟ ها يعني مثلا في ام علي، تتخيلي في طبق يبقى اسمه ابو علي؟ ابو علي ده اسم دكانه. انا لما اروح الاقي طبق مثلا اسمه ابو علي مش هاكله. تحسيه صاحب محل كده يا حبيبه قلبي. اهدي كده وصلي على النبي. لما تصحي من النوم بقى عندك الهواجس دهين اللي هي بتضايقك وبتتعبك زي ما انت ما قلتي، تف على وش على ايدك الشمال مرتين وان شاء الله تصحي بتبقي كويسه. بلاش بقى الهواجس اللي هي بقى اللي ملهاش اي لازمه دهيا. ماشي يا حبيبه قلبي؟ وبرضك قبل ما تنامي ما تتفرجيش على نفسك. يعني لو البرنامج بتاعك معدي كده لا اعملي سكيب، ما تتفرجيش خالص، عشان دي برضك من الهلاوس اللي هتساعدك ان انت تقعدي تتفرجي على الحاجات دهيا. احنا بنجيبك يا بنتي نتفرج عليكي ليه؟ انت ما سالتيش نفسك ليه؟ عشان احنا يا بنتي عايشين في غلب وبؤس من اللي بيحصل لنا ده. من كتر البؤس اللي احنا فيها نفتح محل بقسمات يا بنتي حبيبتي. فالناس بتتفرج عليكي من هنا كده حاجه كده زي عزب شو. فاكره عزب شو زمان لما كان بيجي وعادل الفار والكلام ده؟ فطبعا الحاجات دي اتلغت. فنجيب من نتفرج عليها ياسمين عز تقول لك اصل صحيت من النوم. صحيت من النوم هاتي طاسه الخضه يا وانت نايمه، حطي طاسه الخضه جنبك. تتخضي قوم اشربي على طول. لا وتطرح بقى سؤال تقول لك انا عايزه اعرف ليه العريس لما بيروح يتقدم بيقول انا عايز اطلب ايد بنتك مش رجلها. انا قلت انا عارفه انا عامله الفيديو ده من 3 سنين اقسم بالله او 4 كمان، لو رجعتي هتلاقيه. ليه العريس لما بيروح يتقدم بيقول انا عايز ايديها؟ هقول لك ليه يا اختي انا عايز ايديها يا حبيبه قلبي. عارفه ليه؟ عشان ايديها دي هي اللي هتكنس له، عشان ايديها دي هي اللي هتطبخ له، عشان ايديها دي هي اللي هتغسل له، عشان ايديها دي يا حبيبه قلبي اللي هتشطف عياله من الكاكاو والبابا والحاجات اللي احنا بنشوفها دي. تبقى قاعده بتاكلي في امانه الله وتلاقي ابنك ده ندهلك تقومي تسيبي اللقمه تشيليها من بقك تقومي تشوفي اللي بيعمل الحمام ده. هو هتشطفيه بايه؟ بايديكي. هتغسلي لجوزك ايه؟ بايديكي. هتكوي له بايه؟ بايديكي. لما تيجي تلطمي على وشك من الجوازه اللي انت اتجوزتيها بايديكي برضك. ما تخليناش نطلع من هدومنا. يا اقعدي في البيت بالله عليك، تقعدي في البيت يا شيخه. اعملي روتينات. حلو، اعملي روتيني وانا شايله طيني مثلا. حلو. مثلا روتين ياسمين وانا شايله الطين برضك. هو كله طين عشان اللي انت بتوريه لنا ده مرار طفح واحنا المراره اصلا على قدها يا دوبك ممشيانا. يا بنتي اتقي الله، يا بنتي اتقي الله، اتقي الله يا بنتي. شوفي حاجه مفيده اعمليها. عشان ايديها دي يا حبيبه قلبي اللي هتشطف عياله من الكاكاو والبابا والحاجات اللي احنا بنشوفها دي. تبقى قاعده بتاكلي في امانه الله وتلاقي ابنك ده ندهلك تقومي تسيبي اللقمه تشيليها من بقك تقومي تشوفي اللي بيعمل الحمام ده. هو هتشطفيه بايه؟ بايديكي. هتغسلي لجوزك ايه؟ بايديكي. هتكوي له بايه؟ بايديكي. لما تيجي تلطمي على وشك من الجوازه اللي انت اتجوزتيها بايديكي برضك. ما تخليناش نطلع من هدومنا. يا اقعدي في البيت بالله عليك، تقعدي في البيت يا شيخه.